جماعة البلاد رايحة تباع غير ما تقسم والو. اقسم بالله مع هذا الحالة اللي صايرة فيها البترول والله العلي العظيم ما تلقاو ما تاكلوا. يعني يضربوا الشتاء على تزيد لهم جوج دقائق ثلاثة. تكلم سبحان الله وبحمده. خليني عندي تاع الجزائر دي نربي مش تاعي. اودي اسكت انت يا امية سبحان الله. ديجا نهدي لك مدام نهدي لك التدخل تاعي اهضري وحدك. انتوما خلقتم ربي دالكم وجدتوا احترافيين في الشتاء. أليس رئيس الجمهورية من رموز السيادة؟ لماذا غيبوه ويتكلموا باسمه؟ كيف أناقش مشاريع قوانين دون أن نسأل الرئيس من المفروض أنه منتخب من طرف الشعب أصبح يسير دولة كاملة بالوكالة. رئيس لا يخاطب الأمة ولا يحضر الاجتماعات ولا يستقبل السفراء. جماعة قبيلة المداحات والصفاقات ما ندققوش عليهم ولا ندققوا عليها. جو سوي ان اوبوزون كمان. لن أناقش مشاريع قوانين بعد اليوم ما دام الجزائري اختار الحرقة على العيش في بلد الذل والمهانة بدل العز والكرامة، بلد تحكمه عصبة نهبت البلاد وذلت العباد. كيف أناقش مشاريع قوانين وأبناء هؤلاء المسؤولين يهينون أعوان الشرطة ويقيلونهم من مناصبهم حتى وصل بهم الأمر إلى ضرب بعض هؤلاء؟ جبتونا الخليفة وما جبتونوش ماله، جيبوا لنا المال تاعو وسامحوا له حنايا، روح عطيوه الحريه تاعو، اعطيونا المليار تاعو. ارفعوا المستوى تاعكم، انتم تحبوا غير الصفاقات والمداحات. مارادونا في الايام السابقه فقد اخذ $1,000,000 مقابل ان يقول 1 2 3 فيفا لاجيري. قال 1 2 3 فيفا لاجيري ده $1,000,000 10 ملاير. نحن الاوائل في التطبيل والتزمير للعهده الرابعه رغم انف الرئيس الذي لم يتلفظ حتى الان من امكانيه ترشحه من عدمها، ما عدا الكلمة الشهيرة التي قالها ولم يستوى هؤلاء المطبلين أن النظام الحالي طاب جنانه وانتهى. احنا الجزائري خير منكم، انتم تشتيوا المناصب والمكاسب، احنا نحبوا الجزائر، احنا نحبوا الجزائر، احنا نحبوا الجزائر، احنا نحبوا الجزائر.